بتروحها لفيفي اللي بتسمع اصوات اطفال جايه من حوض الحمام، واول ما بتقرب بتلاقي خيط غريب لف على ايدها ورجليها ووشها وبيحاول يدخلها جوه الحوض، وفجاه الدم بيخرج من الحوض وبيغرق الحمام كله، وفيفي بتفضل تصوت وبتطلب المساعده من والدها، ولكن اول ما بيدخل بيستغرب منها جدا لانه ما بيكونش شايف اي دم في المكان. اما عند بيلي بقى فبيلاقي ميه نازله عليه من السقف، استغرب جدا وبيقرر هو ينزل القبو علشان يجيب جردل للميه دي، ولكن بيتخيل اخوه جورجي قدامه وبيطلب منه ان هو يجي معاه في المكان اللي هو فيه ويطير معاه للسما. وفجاه ملامح وشه بتتغير وبيظهر المهرج من تحت الميه، بيبقى لسه هيهجم عليه ولكن بيقدر بيلي ان هو يهرب من المكان بسرعه. بعد كده كلهم بيتقابلوا وبيبداوا يحكوا على كل حاجه بتحصل لهم وبيساعدوا فيفي في تنظيف الحمام بتاعها لانهم بيكونوا كلهم شايفين اثر الدم زيها بالظبط. واول ما بيخرجوا بيمشوا كلهم مع بعض كده بيلاقوا عربيه واقفه، وبنعرف ان العربيه دي بتاعت هنري